السلام عليكم. الناس اللي متابعاني على اليوتيوب كانوا عارفين ان انا كنت اليومين اللي فاتوا دولت في المانيا، تحديدا مدينه فرانكفورت، عشان بصور فيديوهات هناك. من ضمن الفيديوهات اللي انا صورتها عيوب فرانكفورت، ودي هتلاقوها فيديو كبير عنه كامل في القناه، وهتلاقوا فيديوهات قصيره كتير بتتكلم عن عيوب فرانكفورت. بس النهارده انا حابب اتكلم عن ميزه في فرانكفورت المانيا. من ضمن المميزات اللي انا لقيتها هناك ان هناك في البلد دي في حياه وفي انترتينمنت او وسائل ترفيه كتير جدا مختلفه عن الدول الاسكندنافيه. بمعنى هنا مثلا في الدنمارك الناس بتنام من الساعه 7 او 8 بالليل، هناك في المانيا من لحد الساعه 3 4 الفجر الناس ماشيه في الشوارع وبتتدلع وبتخرج وبتعمل كل اللي هم عايزينه. فده ميزه من المميزات اللي انا شفتها في المانيا، وحبيت اشيرها معاكم النهارده في الفيديو القصير ده. واستنوا الفيديو الطويل بتاع مميزات فرانكفورت، فيديو مهم جدا اياكم تفوتوه. نهاركم زي الفل، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.